الكلام ده لضاضة. انا عايز افهم حاجه، حضرتك كل يوم تطلع على قناه الزمالك تفضل تتكلم عن النادي الاهلي اللي هو دمر لنا النادي. هو النادي الاهلي هو اللي ماسك نادي الزمالك ولا حضرتك؟ هو النادي الاهلي هو ازاي النادي الاهلي دمر لنا فرقه الكوره؟ مش حضرتك برضو اللي بايع مصطفى محمد ومشيت بن شرقي ومشيت فرجاني ومشيت ابو جبل ومؤخرا مشيت امام عاشور اللي احتمال كبير يرجع للنادي الاهلي على النادي الاهلي؟ ليه؟ لان اي لاعب يتمنى اللي هو يلعب في نادي محترم زي النادي الاهلي. اتنين، انت ليه ما بتبصش لمشاكل نادي الزمالك؟ انت ليه كل همك النادي الاهلي؟ ليه كلامك على طول على قناه النادي الاهلي؟ ليه ما تطلعش زي اي رئيس نادي وعلى زي اي قناه محترمه تطلع تتكلم مع الجمهور؟ يا جماعه احنا هنجيب صفقات، يا جماعه انا جايب لعيب عالمي، يا جماعه مش عارف ايه. لا، كل يوم ما وراكش غير النادي الاهلي. طب احنا نعمل ايه؟ ذنب جمهور نادي الزمالك اللي قطع التذاكر كلها في الامارات اللي كانت محدده لجمهور الزمالك. ذنب الجمهور ده ايه؟ عارف الجمهور ده ذنبه ايه؟ الجمهور ده هيروح الامارات قال لك احنا مش هنبيع التذاكر، احنا هنروح نشجع بيراميدز. عرفت بقى؟ انت اللي مخلي جمهور الزمالك مشتت، يشجع بيراميدز اما يلعب الاهلي، يشجع فيوتشر اما يلعب الاهلي، يروح يشجع انديه افريقيا اما بتلعب الاهلي. احنا بقينا مشتتين، احنا جمهور الزمالك خلاص بقى مش الزمالك المنافس. اي فريق بيلعب الاهلي لا جمهور الزمالك بيشجعه. ليه؟ ما عندناش نادي واقف على رجليه، نادينا مهزوز. نسمع اسم الاهلي نتهز، نسمع اسم الاهلي اي الزمالك بيتهز. زي ما انت كده خايف تروح تلعب السوبر، يا عم تروح تلعب السوبر. انت لو الاهلي في مكانك كان لعبك بالناشئين، كان لعبك بالناشئين. انت كل حاجه ترمي بلاغ على الاهلي. انا مش عارف ليه، انا مش عارف امتى ربنا هيريحنا من القصه دي. احنا جمهور الزمالك زي يا جماعه، احنا حتى الكابتن خالد الغندور والناس اللي بيستضيفها معاه خلاص ما فيش مصداقيه ما بيننا وبينهم. احنا ما بنصدقش الناس دي. الناس دي بتطلع تطبل لضاضة 24 ساعه تطبيل لضاضة، ما تعرفش ليه. حرام عليكم يا جماعه، انتوا في ملايين بتتفرج عليكم، انتوا في ملايين بتسمعكم وبتصدقكم، بس الناس خلاص، الناس خلاص يا جماعه بقى عندها وعي كروي وعرفوا مين اللي بيدمر نادي الزمالك ومين الناس اللي بتعمل عشان خاطر مصالحها في النادي. هكون محدش فيكم بيعمل لنادي الزمالك، محدش فيكم بيحب نادي الزمالك. انت لو بتحب نادي الزمالك هتقف جنب النادي، هتقول كلمة حق، هتقول كلمة حق على قناة الاهلي. اما كان كابتن محمود الخطيب داخل الانتخابات هو وكابتن محمود طاهر، بصراحة كانت قناة الاهلي فيها عدالة، في عدالة رغم شعبية ونجومية كابتن محمود الخطيب، رغم ان القناه كان بتدي لكل واحد حقه. عشان كده جمهور الاهلي جمهور محترم، جمهور واعي، عارف اللي رئيس النادي اللي هيجي احنا كلنا هنبقى في ظهره، وهم كلهم دلوقتي في ظهر كابتن محمود الخطيب، لان راجل محترم، راجل بيعمل مش عشان خاطر نفسه، راجل ليه اسمه، الراجل ده عمل اسمه من زمان، بس الراجل ده بيعمل عشان خاطر النادي الاهلي ويفرح جمهور الاهلي. جمهور الاهلي اللي دايما فرحان، واحنا جمهور الزمالك دايما حزين. يعني زي ما بيتقال كده المثل يا جماعه، الفرح ليه ناسه، الفرح ليه ناسه والحزن ليه ناسه، واحنا الزملكاويه اساسه. المثل ده اتعمل عشاننا احنا اللي جاله الضغط وجاله السكر وجاله القلب بسبب نادي الزمالك. كل يوم تضحكوا علينا، كل يوم تعملوا لنا حوار، كل يوم وراكمش غير النادي الاهلي. احنا عايزين نشوف مصالح النادي، احنا عايزين رئيس نادي محترم، احنا مش عارفين نعمل ايه. يعني مجلس وزير الرياضه انا مش عارف ليه مش عايز يقف جنب نادي الزمالك. يا عم نجدنا من اللي احنا فيه، نادي الزمالك بيضيع يا جماعه. ما نادي الزمالك ده مؤسسه كبيره، نادي الزمالك ده مش صغير. بعد الاهلي في مصر وفي افريقيا نادي الزمالك يا جماعه، فلازم برضو نكون خايفين عليه. هقول لكم على حاجه، انا ليا ناس متابعين كتير وناس صحابي كتير اهلاويه، والله حزنا على اللي بيحصل في الزمالك، حزنا. خلي بالك الاهلاوي يكسب اي فرقه، بس لما بيكسب الزمالك بيبقى لها طعم خالص، لان الزمالك هو طول عمره المنافس الثاني بتاع الاهلي. يعني الكوره من غير اهلي والزمالك مش كوره. الاهلي يكسب اي فرقه وياخد اي كاس، بس لما بياخدوا من الزمالك بيبقى لها طعم تاني. الناس حزنه، اهلاوي وزملكاوي حزنه. كان نفسنا نلعب بعض في الامارات ونتفرج، كلنا اصحاب وكلنا اخوات وبنفضل نتكلم ونتريق على بعض، بس الكوره في مصر هي اهلي والزمالك. دلوقتي الكوره في مصر
هي اهلي بس بما يرضي الله. فريق كبير، فريق عظيم بصراحه، فريق محترم. احنا بنحيي جمهور الاهلي واداره النادي الاهلي اللي هي ما بتشغلش نفسها باي نادي، عكس الانديه الثانيه، عكس نادي الزمالك اللي شاغل نفسه بالنادي الاهلي. عشان كده احنا دايما في النازل. نادي الزمالك نادي واقع، احنا وقعنا كرويا، احنا وقعنا في جميع اللعبات، حتى على مستوى الناشئين. الاهلي بيغلبنا على مستوى الناشئين والشباب والبنات والرضع. لو في رضع الاهلي هيغلبنا بيهم والله، صدقونا يا جماعه. احنا خلاص تعبنا من اللي بيحصل في نادي الزمالك. ارجوكم اللي بيحب نادي الزمالك يساعده. وبشكر كل اخواتي الاهلاويه اللي متعاطفين مع نادي الزمالك وعارفين ان مشكله نادي الزمالك في ادارته. اكون جمهور الاهلي والزمالك طول عمرنا حبايب وطول عمرنا اخوات، وفي كل بيت فيه اهلاوي وفيه زملكاوي. بس احنا اللي مضيعنا اداره النادي، رئيس النادي المعلم ضاضر اللي بياخد قرارات فرديه وما بيعتبرش حد ولا شايف جمهور الزمالك الحزين. كلنا قاعدين في بيوتنا. الماتش بكره بيراميدز هيقابل الاهلي، كان المفروض احنا اللي نلعب الاهلي عشان نستمتع كرويا بالاهلي والزمالك. يعني حرام عليكم، حرام عليكم على اللي انتوا عملتوه فينا. حسوا بجمهور الزمالك، احنا قاعدين في البيوت زي اليتامى والله العظيم، زي اليتامى وحزن على نادينا، بس مش عارفين نساعد النادي ازاي. ناس متحكمه فيه بالعافيه وبالقوه وشغل بقى القانون ورفع القضاوي، واحنا مش عارفين نعمل ايه. يعني بقول لنادي الزمالك تحس ان انت اتخطفت مننا. نادي الزمالك اتخطف مننا، اتسحب من ايدينا. احنا ناس بنحب نادي الزمالك وبنحب بلدنا مصر وبنحترم النادي الاهلي، بس مفيش حد بيمد لنا ايديه اللي يساعد النادي. اطلب من وزير الرياضه اللي هو يقف جنب نادي الزمالك، اللي هو يقف جنب جمهور النادي الزمالك وينجينا من المحنه اللي احنا فيها. وبنشكر كل الناس اللي بتدعم نادي الزمالك. السلام عليكم.